حكاية فيلمنا النهاردة عن قصة خيالية عن بنت مراهقة مريضة سرطان في المرحلة الأخيرة، وبسببه بقت محبوسة في البيت مستنية موتها، ولكن والدتها بتفضل متمسكة بيها ورافضة تتقبل فكرة موتها. وطبعا حابين نقول لكم إن قصة الفيلم خيالية بتعرفنا إزاي الأقدار ممكن تكون رحمة لينا أكتر من اللي إحنا بنختاره لنفسينا. بيبدأ فيلمنا مع طائر اسمه ديث، وبيكون حجمه صغير جدا ونايم على وش شخص ميت، ولما بيسمع صوت بنت تانية بتموت بيروح لها وحجمه بيكبر جدا، وبتفضل البنت تقول إنها مش عايزة تموت ولكنها بتكون مصابة بإصابات خطيرة، فبيحط ديث جناحه عليها بهدوء، وأول ما بيعمل كده روحها بتطلع وبتموت. وبيفضل ديث ياخد أرواح كل الأشخاص اللي بيسمعهم بيتألموا في لحظات حياتهم الأخيرة. وفي مكان تاني بنشوف بنت اسمها دي، وبتكون مريضة سرطان في مرحلة متأخرة وما بتقدرش تتحرك، وبيكون معاها في البيت إيمي والدتها، وبتكون إيمي مش قادرة تشوف بنتها تعبانة وبتمشي بالراحة جدا علشان دي ما تسمعش صوت خطواتها، وبتخرج من البيت وبتسيب دي مع أليس الممرضة اللي بتقومها من على السرير وبتحطها على الكرسي المتحرك بتاعها. وبتروح إيمي تبيع طقم تحف غالي عليها جدا لأنها ما بقتش تشتغل وفي نفس الوقت محتاجة فلوس علشان تقدر تهتم ببنتها. وعلى الرغم من تعب بنتها الشديد إلا إنها ما بتكونش متقبلة حقيقة إن بنتها تعبانة جدا، وبتقول للشخص اللي اشترى منها التحف إن بنتها صحتها كويسة وإنها بتخرج طول الوقت وبتضيع وقتها كله مع أصحابها. ولما بتاخد الفلوس بتروح تقعد في جنينة، ولما بتشوف البنات الصغيرة بيلعبوا مع أهلهم جنبها بتتأثر وبتزعل جدا. وفي البيت بتكون دي في الجنينة مع أليس وبتكون زهقانة جدا لأن كل أيامها بعد مرضها زي بعض وما بتلاقيش حد تتكلم معاه، وبتقول لها أليس إنها تروح تحضر لها الحمام وبتسيبها لوحدها، وبتتعب دي وما بتكونش قادرة تتنفس. ولما بيسمعها ديس بيروح لها وبيكون هياخد روحها، ولما بتشوفه دي بتكون عارفة إنها هتموت، ولكنها ما بتستسلمش لأنها عايزة تودع والدتها وبتفضل تحكي له قصص كتيرة علشان تعطله. وفجأة بيكون في صوت دوشة عالي جدا، فبيتعب ديس من الصوت، فبتساعده دي يتنفس بشكل كويس وبتاخده معاها الحمام وبتحط مخالبه في مية دافية، وبتقوله إن اللي حصل له ده اسمه نوبة هلع، وبتحاول تلمسه ولكنه بيبعد عنه، وبيقول لها إن جسمه مش نضيف، فبتملى دي الحوض مية وبتخليه ينزل فيه، وفعلا المية بتنضف ريشه، وبتكون دي مبهورة لأنه بيقدر يغير حجمه بسهولة. ولما بتروح لأوضتها بتترجاه يسمح لها تكلم والدتها قبل ما تموت، وبيوافق ديس، ولكن والدتها ما بتردش على مكالمتها فبتتضايق دي وبتكسر التليفون. ولما بيشوفها ديس حزينة بيوافق يسيبها عايشة لحد ما والدتها ترجع تاني، وبيفضلوا يتكلموا مع بعض عن معاناة ديس وهو بيشوف الناس بتموت كل يوم، وبيكون شايف إن حياته كلها ألم، فبتشغل له دي موسيقى هادية وكأنه صديق ليها. وبتستغرب أليس من تصرفاتها وبتتصل على والدتها ولكنها برضو ما بتردش عليها، وبتحكي دي عن مرضها لديس وبتقوله إن كل أصحابها خرجوا من حياتها بعد تعبها وبقت محبوسة في أوضتها طول الوقت من غير أي حياة. وبتصحى والدتها فجأة وبتلاقي نفسها نايمة في الجنينة والوقت اتأخر، فبترجع البيت بسرعة وبتدفع لأس فلوسها وبتديها فلوس إضافية علشان اتأخرت عن ميعادها، وبترفض الممرضة تاخد الفلوس الزيادة ولكن إيمي بتصر عليها فبتاخدهم أليس. وقبل ما إيمي تطلع بتنادي الممرضة عليها وبتقول لها إن بنتها محتاجة تقضي معاها وقت أطول لأنها حاسة إنها وحيدة، فبتتوتر إيمي وبتقول لها إن شغلها صعب وإنها بتفضل مشغولة طول اليوم، ولكن الممرضة بتطلب منها تحاول وبتقرب منها وبتشيل ورق الشجر اللي لازق على وشها. ولما بتمشي الممرضة بتعدل إيمي شعرها وبتروح لبنتها وبتفضل تحكي لها عن الشغل، ولكن ديس بيقول لدي إن والدتها بتكذب عليها وبتكون إيمي هتخرج من الأوضة، ولكن دي بتوقفها وبتقول لها إنها عايزة تتكلم معاها، وبتحاول إيمي إنها تهرب منها وبتقول لها إنهم ممكن يتكلموا تاني يوم ويتفرجوا على فيلم مع بعض، وبتكون هتمشي ولكن ديس بيفضل يهمس في ودن دي علشان تعرفها إنها هتموت، وبتقول دي لوالدتها إنها هتموت النهاردة، ولكن إيمي بتزعق لها وبتقول لها ما تقولش كده تاني، وبتكون هتخرج، ولكن دي بتوقفها وبتقول لها إنها عارفة إنها مش مستعدة تتقبل موتها وبتطلب منها تسمح لها تساعدها، وبتطلب من ديس يخرج علشان والدتها تشوفه وتصدقها، وبيكون ديس متردد ولكنه بيخرج في النهاية وبيقول لإيمي إن الموت هو نهاية كل الكائن، وبيقول لها إن بنتها لازم تموت النهاردة لأنها عايشة في معاناة بسبب مرضها، وبتكون إيمي كل ده مصدومة ومش عارفة مين ده. ولما بتفوق من صدمتها بترفض كلامه وبتحاول تمسكه ولكنه بيطير في السقف، وبتفضل إيمي تنط وراه وبتحاول تمسكه، وبتحاول دي توقفها ولكنها ما بتسمعش كلامها وبتمسكه وبتوقعه على الأرض، وبتضغط عليه بإيديها علشان يموت ولكنه بيغير حجمه وبيخرج من إيديها وبيخبطوا في بعض فبيقعوا هما الاتنين على الأرض.
وبتقول دي لوالدتها تهدى وبتعرفها إن ديس كان موجود معاهم طول الوقت، فبتطلب منها إيمي تقول له يسيبهم 10 دقايق، وبيوافق ديس وبيخرج من الأوضة للجنينة، وبتروح إيمي وراه وبيكون واقف مش قادر يتحرك، فبتفضل تضرب فيه لحد ما بيقع على الأرض، وبتولع فيه نار وبتسيبه يتحرق، وبعدها بتفضل تضرب فيه تاني وبتطفي النار وبتكون هتدفنه، ولكنه بيكون لسه عايش، وبيقول لها إن دي لازم تموت، فبتقطع راسه وبتاكلها وبتروح تنظف نفسها، وبتروح لبنتها وبتقول لها إنه مشي لأنه في أشخاص تانيين لازم يساعدهم علشان يموتوا في سلام، وبتنام جنبها. وتاني يوم بيصحوا على صوت صراخ بره البيت، ولكنهم ما بيهتموش بيه وبيفضلوا يلعبوا مع بعض، وبتهتم إيمي ببنتها وهي مبسوطة لأول مرة من فترة طويلة، وبتقرا معاها المجلات وبتطلب منها دي تطلعها للدور التاني علشان تشوف أوضتها القديمة، وبتتفاجئ لما بتلاقي والدتها باعت كل حاجة في البيت، وبتحاول إيمي تغير الكلام، ولكن دي بتقول لها إنها عارفة إنها ما بتشتغلش، وبتكون متضايقة لأنها طول اليوم بتفضل بره البيت في الشارع وبتكذب عليها، وبتحس بالذنب لأنها السبب في تعاسة والدتها، وبتحس إيمي بحركة في بطنها وبتقول لها إنها تروح تشرب مية وبتسيبها لوحدها، وبتسمع دي صوت خبط على الشباك، ولما بتشيل الستارة بتلاقي جسم ديس هو اللي بيخبط، فبتعرف إن والدتها هي اللي عملت كده، وبتروح لوالدتها وهي بتصلح النور وبتسألها هي عملت إيه في ديس، ولما بتتجاهل كلامها بتفضل تكرر نفس السؤال لحد ما بتتعصب إيمي وبتزعق لها، وفجأة حجمها بيكبر جدا. وفي الشارع بنشوف أليس وهي بتجري من الفوضى اللي في الشارع وبتدخل البيت بسرعة، ولما بتشوف إيمي بتتخض، ولكن دي بتهديها وبتطلب منها ما تعملش صوت علشان والدتها تهدى وترجع لحجمها الطبيعي، وبتسكت أليس فعلا، ولكن إيمي حجمها بيصغر جدا وبتستخبى منه، وبتسأل دي أليس عن اللي بيحصل بره البيت، فبتقول لها أليس إن كل المدينة في فوضى ومفيش أي حاجة في وضعها الطبيعي، والأمراض والحرايق مالية المدينة، فبتطلب منها دي تساعدها علشان تخلي والدتها تتقبل اللي بيحصل، وفعلا بتساعدها أليس وبتاخدها المكان مليان خضرة، وبتكون واخدة والدتها معاها، وبتطلب منها دي إنها تسيبهم وتمشي، وبعد ما أليس بتمشي بترجع إيمي لحجمها الطبيعي، ولكنها بتفضل تسمع أصوات الأشخاص اللي بيتمنوا الموت في دماغها، وبتكون مش عارفة تعمل إيه بالظبط، فبتقول لها دي إنها تساعدها، وبتكبر إيمي في الحجم وبتشيلها على ظهرها وبتمشي ورا الصوت لحد ما بتوصل للشخص اللي بيتمنى الموت، وبتفضل تصلي قدامه، وبعدها بتمشي إيديها عليه بنفس الطريقة اللي كان بيعملها ديس وبيموت، وبتفضل إيمي تعمل كده طول اليوم، وبتشوف إزاي الأشخاص اللي ماتوا كلهم كانوا متعذبين في حياتهم وبيتمنوا الموت لأنه رحمة ليهم، وفي نهاية اليوم بيناموا على شط، ولما بتصحى دي والدتها بتقول لها إنهم بعدوا عن المدينة والأمراض، وبتكون متحمسة وعاوزة تفضل كده طول الوقت، وبتقول لبنتها إنها مش هتتحبس في البيت تاني، وبتتصدم دي لأنها كانت معتقدة إنها تتقبل موتها بعد ما شافت الأشخاص اللي كانوا بيتمنوا الموت بسبب عذابهم، وبتقول لها إنها عايزة ترجع البيت تاني، ولكن إيمي بترفض وبتسيبها وبتبعد عنها، ولكنها بتسمع صوت بنتها التعبان وبتحس بألمها وبتقع على الأرض، وبيستغل ديس الفرصة وبيخرج منها، وبتشوف دي اللي حصل وبتكون مش مصدقة، وبتشوف والدتها وهي بتتكلم مع ديس ولكنها ما بتكونش سامعة هما بيقولوا إيه، وبتترجى إيمي ديس يرجع جواها تاني، وبتوعده إنها تسمح له ياخد بنتها ولكنها محتاجة ترجعها البيت الأول، وبيوافق ديس وبيقول لها إنها لو ما التزمتش بوعدها هيدمر جسمها من جوه، وبتروح إيمي لبنتها وبتقول لها إنها سمعت صوتها وهي بتتألم وحست بمعاناتها، وبتعرفها إنها كانت خايفة تواجه الحياة من غيرها ومش عارفة إزاي هتعيش لوحدها، ولكنها في النهاية بتقول لها إنها مش هتسيبها تعاني وتتألم تاني، وبتكبر حجمها وبترجعها البيت، وبتودعها هي وأليس وبتسمح لديس ياخدها، ولما بتموت بتفضل تعيط، وبيخرج ديس من البيت وبتفضل إيمي لوحدها، وبتحاول تلاقي طريقة تسدد ديونها بيها، وبتكون يأسة جدا وبترفض إنها تاكل لحد ما بيروح ديس يشوفها، ووقتها بتقول له إيمي إنها بتتمنى تموت مع بنتها وبتترجاه ياخد روحها، ولكنه بيرفض وبياخدها لأوضة بنتها وبيقول لها إن بنتها دلوقتي سعيدة، وبيتكلم بصوت دي وبيطلب منها توعدها إنها تحاول تعيش سعيدة، وبتوعدها إيمي وبتقرر ما تستسلمش لليأس من تاني، وبينتهي فيلمنا النهاردة وبيعلمنا إن الأقدار حتى لو كانت هي الموت فهي رحمة لينا. ولو عجبك الفيلم ما تنساش اللايك والشير وتفعل زر الجرس، وسيب لنا رأيك في الكومنتات وقول لنا إيه الأفلام اللي حابب إننا نلخصها لك.